السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناة الماجيكو. قبل ما نبدأ حلقتنا ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويطلعهم من الكبوة اللي هم فيها على خير، وعيد سعيد عليهم يا رب وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير. حلقتنا النهاردة طبعا مباراة الزمالك والمصري. قدر النهارده طبعا النادي المصري يفوز على نادي الزمالك 2-1 في مباراة يعني يمكن من المباريات القوية اللي بنشوفها في الدوري المصري، يمكن بالأخص الشوط الأول شوط ولا أجمل من الفرقتين. مباراة مفتوحة أنت كمشاهد مستمتع بيها، عكس المباريات اللي بنشوفها الفرقة دي خايفة من الفرقة دي، وده بيأمن وده بيجس نبض، ده مفيش الكلام ده. النهارده مباراة جميلة جدا، الفرقتين فاتحين خطوطهم، وبالاخص الشوط الاول اللي كان شوط شيق جدا. الفرقتين فاتحين الخطوط، هجمه هنا هجمه هنا، يعني يمكن ما شفناش المباريات دي من فتره كبيره في الدوري. بس يعني انا كمشاهد اتبسطت من مباراه زي كده. بتمنى ان يكون باقي المباريات اللي في الدوري كلها بالطريقه دي او بالليفل ده. يعني احنا كمشاهدين ما بنستفادش حاجه غير ان احنا عايزين مباريات زي كده، مباراة ما فيش حد بيجس نبض حد ولا الشغل ده. احنا عايزين مباراة تبدأ اول دقيقة في ال90 دقيقة هجمة هنا وهجمة هنا، هي دي كرة القدم. مباراة جميلة جدا طبعا، شابوه للنادي المصري، قدم مباراة رائعة. هارد لك للنادي الزمالك اللي عمل مباراة جميلة جدا. يمكن المباراة انتهت 2-1. الجون الاول طبعا قدر يحرزه فخر الدين بن يوسف. طبعا الجون الثاني يمكن قدر ان هو يحرزه محمد الشامي، يمكن هدف جميل جدا. يعني يمكن الهدفين بتوع النهارده، هدف محمد الشامي والهدف بتاع يوسف اوباما، يمكن من اجمل هدفين شفتهم في الدوري. يعني يمكن يوسف اوباما حتى يمكن كان في لغط كبير عليه من جمهور النادي الزمالك او من محبي نادي الزمالك، قدر النهارده ينزل وقدر ان هو يثبت حضوره بجون جميل جدا طبعا. هارد لك لنادي الزمالك. يمكن كده المصري 42 نقطة، قدر ان هو يوصل للمركز الثاني في الدوري. الزمالك طبعا بيتوقف عند رصيد 31 نقطة في المركز ال11. يمكن ده طبعا مركز ما يليقش بنادي الزمالك تماما. يمكن الزمالك بشكل كبير كده ابتعد عن المنافسة في الدوري. يمكن المنافسة هتبقى ما بين الاهلي وبيراميدز. يمكن برضو في رقم كويس قدر النادي المصري النهارده يحققه، يمكن منذ 19 سنة النادي المصري ما بيفوزش على الزمالك في مباراة الذهاب. يعني هو ده حال الدنيا، وده هي دي كرة القدم، يعني شوية فوق وشوية تحت، حاجة كويسة جدا. بنتمنى ان احنا نشوف الإثارة والمتعة دي دايما كده. طبعا زي ما قلنا نادي الزمالك في المركز ال11. نادي الزمالك يمكن بيمتلك سكواد عالي الموسم ده او السيزون ده. طبعا لعيبه على اعلى مستوى زي عبد الله السعيد، ناصر ماهر، يمكن احمد حمدي ربنا يرجعه بالسلامه. لعيبه كتير دخلت طبعا نادي الزمالك، يمكن مصطفى شلبي واحمد سيد زيزو. بصراحه يمكن انا على اقتناع بان مصطفى شلبي ده اديله كام ماتش تاني ورا بعضيهم كده هيبقى من اجمد الاجنحه اللي في الدوري المصري كله. يعني مصطفى شلبي ما شاء الله برجله واسع، بيقدر ان هو واحد على واحد واثنين على واحد بيعدي ما شاء الله. يمكن النهارده يعني ما كانش في احسن حال ليه، بس هو حتى لو مش في احسن حال ليه فبيبقى برضه مصدر خطوره بالنسبه لاي منافس. هارد لك لنادي الزمالك، الف مليون مبروك للنادي المصري. مركز ثاني، يمكن من فتره كبيره ما بنشوفش المصري في المركز الثاني، سنتين او 3 سنين ما شفناهمش في المركز الثاني. اي نعم هو لسه في فرق كتير متاجله مطوشه زي النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي لو خد المطوشه بتاعته يتصدر الدوري، الفرق ما بينه وبين بيراميدز هي نقطه واحده. بيراميدز السنه دي طبعا ماشي بشكل قوي جدا. بنتمنى كل الفرق، مش بيراميدز ولا الاهلي، لا بنتمنى كل الفرق تمشي بنفس النهج ده ونفس المستوى اللي بيراميدز ماشيه بيه. يعني حتى عشان يدخلوك في المنافسه. يعني نفسنا الدوري المصري ينتهي زي الدوريات القويه اللي بنشوفها دي، اخر اسبوع الفرق ما بين الاول والثاني نقطه او نقطتين. يعني هي دي دوريات القويه. يمكن الدوري المصري كان بيبقى متصنف من اقوى الدوريات في العالم،
بنشوف طبعا تخاذل دايما بالنسبه للنادي المصري، الدوري المصري في احباط دايما، من احسن حال اللي بينزل تدريجيا. بنتمنى ان احنا ما نشوفش ده تاني. بنتمنى ان احنا نشوف مباريات قويه في الدوري المصري، وبالاخص يمكن في ناس داخله لي على الخاص بتقول الزمالك ولا الاهلي اللي هيكسب مباراه السوبر يوم 25. يا جماعه والله مباراه يوم 25 دي مش مباراه السوبر. مباراه يوم 25 دي مباراه في الدوري المصري. يمكن احنا اتكلمنا في حلقه قبل كده، مباراه في الدوري المصري هتتلعب بحضور 30,000 مشجع، 15,000 هنا و15,000 هنا. دي مباراة دوري مصري، مباراة في الدوري المصري، مش مباراة السوبر الافريقي. يمكن مباراة السوبر الافريقي اتحددت بعد نهائي دوري ابطال افريقيا، وتم الغائها في نفس اليوم اللي اتحددت فيه. لسه لغايه النهارده ما اتحددتش ولا مين الملعب اللي هيستضيفه ولا مين الدوله اللي هتستضيفه. يمكن شفنا مؤخرا ان الاتحاد المصري بيقدم طلب بان هو يستضيف المباراه دي على استاد العاصمه الاداريه الجديده. يمكن ده اخر خبر بالنسبه للمباراه اللي هتتلعب بتاع السوبر الافريقي. المباراه بتاع يوم 25 ان شاء الله هتبقى ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الدوري المصري للدور الثاني. طبعا شفنا الزمالك قدر يفوز على النادي الاهلي في الدور الاول. دي المباراه بتاع الدور الثاني. طبعا الف الف مليون مبروك للنادي المصري. يا رب في استمراريه دايما كده وفي فوز دايما، ونبدا نشوف الانديه الجماهيريه بترجع لقوتها من تاني. يمكن هم دول اللي هيعملوا شكل للدوري المصري. لو الانديه الجماهيريه كلها طلعت وقدرت ان هي تدعم صفوفها كويس، نقدر ان احنا نشوف دوري قوي. شفنا في 2004 و2002 و2001 و2005 و2003 يمكن كان اللي محل الدوريات دي اغلبيه الفرق اللي كانت طالعه فرق جماهيريه. بلديه المحله، غزل المحله، بنشوف برضو بلديه المحله وغزل المحله ان شاء الله الموسم الجاي هيبقوا متواجدين. يمكن غزل المحله صعد للدوري الممتاز من تاني. عايزين ان شاء الله كل الفرق الجماهيريه دي تقدر ان هي تحافظ على السكواد بتاعها، تقدر ان هي تطلع تعمل شكل للدوري. عايزين نرجع تاني من الدوريات الكبيره، من الدوريات القويه. بنتمنى طبعا التوفيق للجميع وبالاخص النادي الاهلي. بنتمنى طبعا النادي الاهلي يرجع ياخد مؤجلاته، يقدر يفوز يقدر يتصدر الدوري ان شاء الله، يحسم الدوري في النهايه. بس قبل ما يحسم الدوري نفسي الدوري يتحسم زي ما هو ماشي كده، يبقى الفرق ما بينه وبين الاهلي بونت واحد. جميله جدا. يعني انا كمشجع خدت الدوري اللي انا عايز فرقتي تاخده، وخدت المتعه اللي انا ببقى مستنيها من المباريات. وبكده تكون انتهت حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.